السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ايداع في ماكينة البنك الاهلي المصري بكارت البنك الاهلي المصري. قبل ما نخش على التجربة، آه، احب اقول ان الحد الاقصى للايداع اليومي للبنك الاهلي المصري من خلال ماكينات ال ATM هو 20,000 فقط، بس 20,000 جنيه فقط لا غير. المكنة مش هتقبل منك بعد 20,000 جنيه زيادة. ولو بتحط مثلا فلوس مثلا وهي بتعدهم وانت حاطط مثلا، يعني انت لو حاطط مثلا 17,000 وحطيت مثلا 4,000 عشان المكنة هتعد وهتطلع حاجة مثلا ولا هتاخد حاجة، لا، العملية كلها هتترفع. ويلا بينا نبدأ عملية الإيداع. الماكينة اللي باينة قدام حضراتكم دي، طبعا اللي هيشوفها يقول دي مش مكنة إيداع، لكن هي ماكينة إيداع. ليه؟ عشان هم هيشوفوا فيها فتحة واحدة فقط لا غير، فهيقول لك لا دي مش مكنة إيداع. لا بالعكس، موضوع حكاية إن المكنة يبقى لها فتحة أو فتحتين ده مش مظبوط. المكنة ممكن تكون لها فتحتين ومكنة إيداع، وممكن تكون لها فتحتين وهي مش إيداع، وممكن تكون لها فتحة واحدة وبتشتغل إيداع وسحب عادي، شغالة جدا وكويسة جدا زي المكنة اللي احنا هنتعامل معاها دي. في يعني لو انت، في ناس بتحب تستخدم كروت البنك الأهلي اللي هي دفع المصاريف الجامعات والمعاهد أو مصاريف خاصة، مثلا بتستخدم كارت المشتريات أو حاجة زي كده. هتتعلم النهاردة ازاي تستخدم الكارت وتحط فيه ايداع وتستخدمه بكل سهولة. ادي المكنة اهي، ماكينة بفتحة واحدة. هنحط الكارت، بعد كده هنضرب الرقم السري وهندوس استمرار عشان ندخل على اختيار اللغة عربي. هنختار خدمات مبالغ أخرى، هتلاقي في الاختيار التاني على اليمين كلمة إيداع. بعد ما بتدوس إيداع بتتفتح العين اللي تحت، أو حضراتكم شفتوها زي ما انتوا شفتوا كده، بتتفتح العين دي. بتحط المبلغ، الفلوس بالعرض على سيفها كده، تبقى نازلة على سيفها زي ما هتشوفوا كده. ايوه. ما هو انا طبعا انا مش خايف، لان الفتحة بتاع الماكينة فيها حساس، طول ما انا ايدي جوه العلبة بتاع الفلوس ما بتقفلش عليها. وهنا المكنة بتقول لي جاري تجهيز المبلغ. طبعا عشان بس انا ما بصور موبايل وايدي التانية مشغولة، العملة بس هتلاقيها مش مفرودة كويس، فايه المكنة هتفتح العلبة من تاني وانا هطلع المبلغ وهحاول اعدل المبلغ. وبنتظر شوية، وبعد كده المكنة بتفتح لي العين مرة اخرى، واحط المبلغ اهو، عدته، جهزته، عدته. بعد كده بيطلع لي ايصال بالايداع. بعد كده بدوس لأ، وبعد كده الكارت بيخرج. ودي الخطوات احنا عملناها بالصور اهوت، خطوة خطوة، عشان يعني اللي يحب يراجع. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. واكتبوا لنا في التعليقات ايه المشاكل اللي بتواجهكم وبتقابلكم اثناء تعاملكم مع ماكينات البنك الاهلي.
وإن شاء الله نعمل جاهدين على إيجاد الحلول أو نعرف إيه أساس المشكلة، وهنرد عليكم في أقرب وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.